النجم المخضرم أمير سعيود الذي تألق بشكل لافت مع الرائد ضمن منافسات الدوري السعودي. أمير سعيود قاهر كريستيانو رونالدو صانع الألعاب صاحب 33 عاما فرض نفسه كنجم أول للمواجهة التي فاز بها فريقه مساء الخميس على حساب النصر، وسجل خريج مدرسة شبان نادي وفاق سطيف هدفا رائعا بجانب صناعته لهدف آخر خلال المواجهة أمام العالمي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي. وعقدت هذه الهزيمة حسابات زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو فيما يخص التتويج بالدوري المحلي، حيث بات النصر متأخرا ب9 نقاط على المتصدر الهلال المنقوص من مباراة أمام ضمك. ورفع أمير سعيود عدد مساهماته التهديفية من صناعة وتسجيل ليدسايت من 19 مباراة خاضها خلال النسخة الحالية من المسابقة الأبرز في المملكة. يذكر أن فلاديمير بيتكوفيتش المدرب الجديد لمحاربي الصحراء حدد قائمة موسعة من 45 لاعبا على أن يقوم بتقليصها إلى 26 لاعبا خلال الأيام القليلة القادمة.